أشهر ستريمر فلسطيني في أمريكا اختفى فجأة بعد آخر بث عمله، وكلماته الأخيرة قبل انقطاع البث راح تصدق. يوسف عريقات أو المعروف باسم فوزي تيوب هو يوتيوبر أمريكي من أصول فلسطينية، انولد سنة 1990 في كاليفورنيا. بدأ يوسف مسيرته على اليوتيوب في سنة 2011، ووقتها كان عنده أكثر من قناة، ومحتواه كان متنوع بشكل كبير جدا، وغالبا كان يلحق الترندات. على سبيل المثال ما بين سنة 2014 و2015 محتوى المقالب كان مشهور جدا في اليوتيوب، لذلك بدأ فوزي كمان انه يعمل محتوى مقالب، وهذا المحتوى حرفيا هو اللي صنع مسيرته بالكامل. ومثل ما ذكرت لكم من شوي، هو فعلا كان يعمل اشياء كثيرة غير المقالب، ولكن المقالب كانت الاكثر شهرة، وهذا الشيء حرفيا كان الشعلة اللي بدأت تدمر صحته النفسية. فيديوهات المقالب اللي كان يعملها فوزي كانت تجيب عشرات اذا مو مئات ملايين المشاهدات، وحتى انه بدأ ياخذ جوائز ويتكرم عن الفيديوهات اللي كان يعملها. بس اللي صار فجأة انه الفيديوهات اللي كان يعملها باليوتيوب ماتت وبطل حدا يتفرج عليها، ومشاهداته بعد ما كانت مئات الملايين صارت ما توصل مئات الآلاف. أنا بعرف إنه رقم 100,000 هو رقم كبير جدا، ولكن بالنسبة لفوزي هو خسر سمعته، خسر الشهرة، وخسر الاهتمام اللي كان يجي بسبب هاي المشاهدات. والأسوأ من هذا كله إنه يوسف كان مصدق إنه هو فعلا شخص مشهور ومؤثر، لدرجة إنه في سنة 2018 قرر إنه يعمل إيفنت أو حدث ويعزم عليه دريك ودي جي خالد وكثير مشاهير تانيين. ليش هالمشاهير رح يجوا على الحدث؟ بكل بساطة لأنه هو طلب منه، وما طلب منهم بشكل مباشر، بل حكى في بودكاست، وكان يفكر انهم فعلا راح يسمعوا كلامه بما انه هو شخص مشهور وعنده مئات ملايين المشاهدات. There are a couple of people I need to come to this event. DJ Khaled, as your Palestinian brother, your Arab brother, I need you to DJ this event. I got all your brothers coming from New York. All of them. Hit them up. They're coming. I got your brothers coming from LA. They're coming. We need you, okay? We need you. Drake, I heard you're in LA this weekend. We need you. Will Smith, we need you. Jaden Smith, we need you on stage to perform Icon. And now we're gonna have all the biggest artists in the world in one arena and everybody in the world watching, and we're spreading positivity and love and a positive message. There's one more person I need to come, and that's LeBron James. اللي صار بعد هذا الكلام انه كما هو متوقع ما حدا من المشاهير اللي ذكرهم اجوا على الحدث، ويوسف تعرض لخيبة امل شديدة جدا، ودخل في حالة نفسية سيئة لانه خسر مشاهداته وخسر سمعته واصابته خيبة امل 3-1. وقتها يوسف صار مستعد انه يعمل اي شيء لحتى يسترجع المشاهدات ويسترجع الاهتمام اللي كان يجي، حرفيا مستعد انه يتضارب او يضرب شخص مشهور على البث بس لحتى يجيب مشاهدات. وهذا التوجه بدأ يصير مناسب لفوزي، وصار كل ما تنزل المشاهدات يعمل مشكلة حتى المشكلة ترفع المشاهدات، ولما تنزل يرجع يكرر نفس الحركة. طبعا لازم نعرف انه كل الاشياء هي اللي صارت اضافة الى تعليقات الجمهور السلبية دمرت نفسية يوسف بالكامل، دمرته لدرجة انه فكر ينتحر. What I'm saying isn't hate. I'm just telling you as a man at 28 years old what I feel. You made me want to commit last year. I wanted to kill myself because of all the attention you gave me. I rewatched videos going viral after the attention you're giving me now of you saying Boosie is the biggest piece of egotistical asshole on this earth. كل هالأحداث رح تاخدنا على آخر بث مباشر عمله، البث اللي قرر يحكي فيه عن كل شخص مشهور ذكر اسمه وحكى عنه، وصار يصرخ وصار يتصرف تصرفات جدا جدا مجنونة. Listen! Come show this. Come show this. I'm breaking the matrix today. Hi, welcome to reality. Your choice right now. بعد هالبث فوزي اختفى بظروف غامضة جدا، اختفى وما حدا بيعرف عنه اي شيء، حتى اهله كمان كانوا عم يدوروا عليه، وكل الاتصالات فيه انقطعت. وبما انه متابعين يوسف واهله بيعرفوا مشاكله النفسية كانوا خايفين عليه كتير وخايفين انه يأذي حاله، خصوصا انه بعد ما هرب منهم وراح على مكان ما بيعرفوه فتح بث مباشر وقال فيه هذا الكلام. What my spidey senses are telling me is this is probably the last day you're gonna see me. It's only a matter of time till they get my location, and once they get my location, there's not really much you can do. So I'm gonna ask y'all, because nobody knows my location right now, nobody has the Addy. I'm gonna ask y'all
Can I hang out with y'all tonight as Yusuf, just me, and not have to be the character I've been on the internet for so many years? And just give me that one night, whatever, I'll leave. The internet wants me gone anyways, always, I'll leave, but just give me one night as myself. الحمد لله انه بعد هذا البث اهل يوسف والناس اللي بتشتغل معه قدروا يلاقوا، وكان بخير، كان بخير جسديا، بس صحته النفسية جدا سيئة. بالنهاية اتمنى انه يتحسن لو كان فعلا يعاني من مشاكل نفسية، ولو كانت هالقصة كلها مجرد فبركة لحتى يرجع يزيد المشاهدات فالله يعينه. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في حساب هياط للمزيد من الفيديوهات.